وين نتنياهو؟ ما هو نتنياهو موجود، يطولنا عمره، ما هو موجود وجاي. إذا مش جاي رئيس حكومة حيسوي انتخابات خامسة وسادسة وجاي رئيس حكومة، وهو لا زال رئيس حكومة، وغصب عنكم انتوا هون رئيس حكومة، مش غصب عنهم. أنا بدي أتعاون مع الإسرائيليين، وهذا اتفاق بيني وبينهم، وأنا لا أخجل من هذا. كل يوم أستمع إلى أغاني مطربين إسرائيليين. المسلم الذي يقول إنني ضد اليهود فقد كفر. أنا ضد المقاومة، أنا علنا بحكي أنا ضد المقاومة علنا. سأستمر في منع العمل العسكري. أنا عايش تحت البساطير الإسرائيلية، لكن أنا اللي تعلمته شيء، إنه الانتفاضة اللي مرينا فيها من 2000 ل 2004 وبداية 2005 هي التي دمرتنا. انتفاضة؟ نعم، الانتفاضة المسلحة. أقول للمخابرات أول شيء، أي واحد بيشوف أي واحد حامل صاروخ يضربه، يقتله، يطخه، منيح. الأمن عندنا يدخل المدارس ليفتش في المدارس شنط الأولاد إذا فيها سكاكين أم لا. لا تعرفون هذا يا ناس يا عالم. احمونا 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 يا أخي. ليش ما بتحمونا؟ مش بني آدمين؟ مش بشر؟ حتى حيوانات لازم نحميها ولا لا؟ لو كان عندك حيوان ما بتحميه؟ شالوم. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات خطيرة مختلفة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وهو يتحدث عن عدو الأمة الإسلامية والعربية الكيان الصهيوني، مبديا دعمه وتعاونه المطلق والكبير مع هذا الكيان علانية وجهرا، هذا الكيان الذي نشر الفساد في المنطقة العربية والعالم. في الوقت نفسه أعلن أبو مازن رفضه وإدانته للمقاومة الفلسطينية. تلك التصريحات التي تعبر عن مستوى الانبطاح الذي وصلت إليه السلطة الفلسطينية بعدما دعاهم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الجزائر إلى ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة عدوهم وعدو الأمة، غير أن أبو مازن كان له رأي آخر بخصوص علاقاته الحميمية مع نتنياهو.